25. ونذكر كمعلومة المنتخب التونسي كمل الدقائق العشر الأخيرة منقوص عدديا بعد ورقة حمراء نتاج للإنذار الثاني للباكراي صابر العكروت. 11 ضد 10 لكن رابحين واحد بلاش. كيف سنتعامل مع هذه الأسبقية في الفترة الثانية وكيف سنؤمن نقاط 3 هي الأغلب في بداية المشوار من أجل الدور الثاني. الآن نعود للاستوديو مع الزميل ماجد الشاذعي. ماجد تفضل. شكرا لمعلق المباراة الزميل عصام الشوالي. إذن أفضلية لتونس أمام فنزويلا ضمن فعاليات المجموعة الرابعة وكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما. في المباراة الأخرى المغرب يكتسح كرواتيا والمباراة لا زالت متواصلة في لحظاتها الأخيرة في الشوط الأول 3 دون مقابل. بالنسبة للهدف التونسي الوحيد في دقائق الشوط الأول حمل بصمات شهاب إجبالي بهذه الكيفية. تقدم تونسي في الشوط الأول في انتظار القادم إن شاء الله عبر دقائق الشوط الثاني من عمر هذه المباراة. بالنسبة للمغرب الحضور كبير. كريم شبار تألق كثيرا. هنا تمريرة عمر العرجون لاعب الرجاء وكريم شبار لاعب غانغون يفتتح باب التسجيل بهذه الكيفية. أداء أبناء المدرب عبد الله الإدريسي بحضور كبير. نتابع ثاني الأهداف والتألق الكبير للعناصر المغربية في هذه المباراة. أشهبار أكد بأنه واحد من أفضل اللاعبين في الشوط الأول من عمر هذه المواجهة. إجعادي هو الآخر كان بحضور والنتيجة تعكس هذا التفوق الواضح للمغرب أمام كرواتيا ضمن فعاليات المجموعة الثالثة. سنعود مشاهدينا لنواصل الحديث لكن بعد هذا الفاصل القصير. تفضلوا بالبقاء.